عاجل مدرب منتخب الموزمبيق يتوعد المنتخب الجزائري ولن تصدق ما قال. السلام عليكم. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ان شاء الله. شكرا لكم جزيل الشكر. قال مدرب منتخب الموزمبيق شيكيوني كوندي أن الفوز على المنتخب الجزائري في الموعد المرتقب بين المنتخبين في تصفية كأس العالم سيجعل الشعب الموزمبيقي يتشبث أكثر بحلم بلوغ العرس الكروي العالمي العام القادم، خصوصا عقب الفوز الأخير المحقق على حساب المنتخب الأوغندي في الجولة الخامسة من المنافسة بالثلاثية مقابل هدف واحد في العاصمة المصرية القاهرة. ومعلوم أن المنتخب الوطني الجزائري الذي عاد بكامل الزاد من العاصمة البوتسوانية غابرون اليوم الجمعة عقب فوزه على المنتخب المحلي بالثلاثية مقابل هدف واحد سيستقبل سهرة الثلاثاء نظيره الموزمبيقي لحساب الجولة السادسة من تصفيات المونديال على ملعب حسين أيت أحمد في تيزي ويزو، علما أن منافس الخضر كان قد حل بالجزائر سهرة الجمعة قادما من العاصمة المصرية القاهرة، حين واجه نظيره الأوغندي لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026 وتفوق عليه بالثلاثية مقابل هدف واحد. وأكد التقني الموزمبيقي في تصريحات خاصة بها الإعلام في بلاده قبيل السفر إلى الجزائر أن مواجهة المنتخب الجزائري لا تتشابه، واللقاء الأخير أمام أوغندا على اعتبار أنها ستكون صعبة للغاية، خاصة عقب الفوز المحقق الذي عاد به الخضر خارج الديار على حساب المنتخب البوتسواني. غير أن شيكيوني كوندي أكد أنه يحمل مسؤولية كبيرة على عاتقه تكمن بضرورة تحقيق حلم شعبه بأكمله ببلوغ المونديال المقبل. جدير بالذكر أن المنتخب الوطني الجزائري يحتل صدارة ترتيب المجموعة السابعة، وهذا مفرح جدا.